صباح الخير. صباح الخير. طبعا هلا نحن سمعنا انه انت فايت بعمل جديد، فحناخذ منك خبر اولي لصفحه مبدعو دوبلاج سوريا. لا ارجع عيد. لا ما راح ارجع عيد، لا هو كل شيء طبيعي وتلقائي لازم يكون. ايه ففيك تحكي لنا شوي عن العمل ولا في شيء مفاجئ؟ لا فيني احكي لكم طبعا، بس بفضل ما احكي كل شيء. اوكي. اول شيء انت وائل شكرا انك فاجأتني المفاجأة الحلوة. ثاني شيء العمل بيحكي عن مرحلتين. مرحلة بالقرن التاسع عشر ومرحلة بالقرن ال21. هن نفسهم شخصيات بيروحوا من هذا الزمن لهذا الزمن. اوكي. فكرته كثير حلوة، وأول مرة بتنطرح إنه الحب ما في شيء ممكن يوقف له وشه، وما له زمان ولا مكان. بس المختلف فيه إنه الشر بينتصر بهذا العمل، مو الخير. اوف. ايه، لأول مرة الشر بينتصر، وهذا الواقع يعني، هذا الحقيقة. طيب فيني اعرف شو اسمه العمل؟ هلا لسه ما تسمى بالعربي، بس اسمه المبدئي بالبرازيلي اسمه ألام دو تيمبو. اوكي. طبعا انا كثير مبسوط انه لسه يعني العمل ما فات كثير، يعني يمكن شاغلين منه كم حلقه. بالحلقه الثانيه، واصدقائنا بصفحه مبدعو دوبلاج سوريا حيكونوا كثير مبسوطين. نحن حنفاجئهم. تحياتي للكل اللي عم يتابعونا كنا، واخبار الفنانين اللي عم يدبلجوا. فينا الله يخليك يا رب، فينا نعرف اسماء تبع النجوم اصدقائنا؟ هاي مجموعه كبيره بهذا العمل. مدام اماني حكيم، مدام دينا خانكا، غزل حنون، اسماعيل. طيب اوكي، بما انه قاعده غزل حنون، صباح الخير غزل. صباح الخير. كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام، انتم كيفكم؟ تمام الحمد لله. هلا مبدئيا شو رايك بصفحه مبدعو دوبلاج سوريا؟ هلا انا كثير حبيتها لانه يعني اول شغله انه عم تعرفوا عننا وعم تعرفوا على الاعمال، يعني عم ترجعونا بالذاكره لشخصيات ولعالم ولنجوم كثير قديمين، يعني مرسخين بذاكرتنا بالطفوله وحديث ما كبرنا، واكيد نحن كثير انبسطنا انه نحن تعرفنا عليهم يعني بمجال شغلنا. طيب هلا بناخذك بعدين لحالك بغير وقت، فبنحكي بالتفاصيل اكثر. حابه العمل اللي عم تشتغليه مع الاستاذ باسل؟ هلا انا اجمالا هذا اول تسجيل لإلي، بس انا الاستاذ باسل يعني كثير بحب الشغل معه، لانه هو كثير دقيق، يعني الكل بيلاحظ انه باعماله بحس الممثل التركي او البرازيلي او الى اخره، يعني الممثلين عم يحكوا عربي. تمام. يعني فشغله كثير حلوه، وبالاضافه انه انا كثير فادني، يعني على الصعيد المهني كثير فادني، كثير طلعني من طابع انا كنت بشتغل فيه، صرت بشتغل بطابع ثاني، يعني بطريق البروفيشنال مثل ما بيقولوا. اوكي. هلا بما انه نحن عم ناخذ خبر حصري للصفحه، فما حنفوت بالتفاصيل كثير. مستمتعين كثير باللقاء معك. شكرا. باسل الحبيب الغالي. خلينا نقول هذا العمل ببساطه وبسرعه، شو بيميزه عن باقي الاعمال اللي اشتغلتها؟ كل شيء له جوه، يعني البرازيلي يمكن هي اول تجربه لي بالاعمال البرازيليه. كان لي تجربه بالتركي، طبعا الاجواء بتختلف، اداء الممثلين، الشخصيات، طريقه تعاطيهم مع الحدث، كل بيئه والى طبيعه تعامل معها. طيب كمان باختصار شديد، يعني هلا نحن بدنا نعمل شيء ثاني بعدين بنحكي فيه بالتفاصيل اكثر، بما انه انت لك فتره منيحه من الاسماء القديمه بالمبدعو دوبلاج سوريا. شو يعني مشرف؟ مشرف باختصار هو رب العمل، يعني هو المفروض يكون ملم بكل شيء، باحساس الممثل، بادائه، بيقدر يعرف يوجه الممثل صح. تختلف هي القصه بين المشرف والاخر يعني، بس كثير مهم انه يكون في صدق، عرفان لوين رايح العمل، بيعرف بدايته ونهايته، ولوين رايحين الشخصيات، كيف هي الشخصية بتأدي حتى إذا بدك. حقيقة الممثل مهمته إنه يعطي بشكل صح، ولكن المشرف مهمته إنه يقود هذا الممثل باتجاه الصح. تمام. يعني فينا نقول نحن مخرج كامل لهذا العمل. شكرا كثير لكم، لك باسل الرفاعي، لانك خصيتنا بهذا الخبر عن عملك الجديد. شكرا لك. انا بدي اقول لك يعني انت عم تعمل شيء يمكن
ما انعمل صفحة مبدعو دوبلاج. صفحة مهمة كتير وفكرة كانت رائعة، وبتمنى انه تستمر، وبتمنى انه كلياتنا ندعمها ونوقف. يا رب. شكرا كثير لكم، يسعد صباحكم مرة ثانية، يسعد صباح الغزال. صباح الخير. باي باي باي. باي باي باي.